بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أحببت أن نكمل مقدمة في أصول الفقه، فسنتكلم عن المقيد والمطلق. المقيد والمطلق، والمطلق وهو اختيار واحد من جنس ما ذكر، اختيار أي واحد من جنس ما ذكر، كقول الله عز وجل فتحرير رقبة، فأي رقبة واحدة برئت بها الذمة كمثلا ككفارة متعمد الأكل في رمضان، فقال الله عز وجل فتحرير رقبة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام فتحرير رقبة. وكذلك مثلا في دية الخطأ فتحرير رقبة. ففي كتاب الله تذكر الرقبة بغير إضافة رقبة مؤمنة، وذكرت بالإضافة ورقبة مؤمنة. فما لم تذكر بالإضافة أي التي ذكرت ولم تذكر فيها رقبة مؤمنة فهذا يسمى مطلق. فاختيار أي رقبة برئت بها الذمة وسقط الفرض على هذا الذي وقع في مثلا في أكل رمضان أو وقع في قتل الخطأ، فهذا يسمى المطلق. والمقيد هو الذي قيد بصفة، كقول الله عز وجل فرقبة مؤمنة، فتقيدت هذه الرقبة بالإيمان، أي لا تبرأ الذمة إلا بعتق رقبة مؤمنة. وقد قال العلماء الإطلاق في الآيات السابقة التي لم ترد بالإضافة قد قيدت بالإيمان في آية رقبة مؤمنة، فبين أنه من أراد أن تبرأ ذمته فعليه بعتق رقبة مؤمنة، سواء قد ذكرت أو لم تذكر، لأنه حمل الإطلاق على التقييد في هذه الآية. معناتها أي كفارة فيها رقبة سواء ذكرت مؤمنة أو لم تذكر فهي مقيدة باللفظ في آية أخرى فرقبة مؤمنة. فهذا هو الإطلاق والتقييد. فالإطلاق هو أن تأخذ واحدة من جنس المذكور، فهذا يسمى بالإطلاق. والتقييد هو هذه الواحدة تقيد بصفة من الصفات، فهذا هو التقييد. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.